بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما وعدنا طلابنا ان شاء الله هننزل حل المحافظات كلها من اول الصف الاول الاعدادي لحد الصف الثالث الثانوي ان شاء الله. فالنهارده معانا محافظة القاهرة هندسة تالتة اعدادي. طبعا احنا نزلنا جبر على القناة برضو، ودي معانا الهندسة اهو. هننزل محافظة ومحافظة كده بالتوازي عشان حضرتك تقدر تبص عليه. بس قبل ما تتفرج على الفيديو روح حلها الاول وتعالى بعد كده شوف المسائل اللي واقفة قدامك او المشكلة فين او المسائل اللي انت حلتها غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى بنا على النبي. وأول سؤال بيتكلم على مجموع قياسات الزوايا الداخلة لمتوازي الأضلاع. بص يا حبيبي، متوازي الأضلاع ده شكل رباعي، فأي شكل رباعي مهما كان شكله شكل رباعي متوازي مربع معين مجموع زواياه ب 360. طب لو كان مثلث يبقى 180. طب لو كان شكل خماسي يبقى 540. شكل سداسي 720. بس أنا عارف إن في ناس كتير ما بتقدرش تحفظ الكلام ده كله، فبص معايا. عندك قانون بيقول ايه بقى؟ ن ناقص 2 في 180. القانون ده من خلاله بقدر اجيب مجموع قياسات الزوايا الداخله لاي شكل، شكل رباعي، شكل خماسي، شكل سداسي، اي شكل. لو قلت لك مثلا شكل رباعي زي المساله هنا، فيبقى 4 ناقص 2 في 180 تطلع معاك برضو ب 360. النون دي هي عدد الاضلاع. شكل رباعي يبقى النون ب4، شكل خماسي يبقى النون ب5 وهكذا. ماشي. يبقى اول سؤال معانا في الامتحان مجموع قياسات الزوايا الداخله لمتوازي الاضلاع ب 360 لان ده شكل رباعي. السؤال اللي بعده عاوز منك البعد العمودي. سؤال مهم جدا جدا. قدامك طريقتين اتنين للحل، بس اسهلهم اللي انا هقوله لك ده. اول معادله هحلها اجيب منها السين اودي بعكس الاشاره يبقى -2، والسين الناحيه التانيه كده كده ب3 اهي. فالبعد العمودي لما يكون عندك مستقيمين زي دول بتقول الكبير مقياس الاول الكبير ناقص الصغير. الكبير ناقص الصغير بس في المقياس يعني. الكبير اللي هو 3 ناقص الصغير اللي هو -2، يطلع الناتج معاك ب5. خلي بالك من الإشارات. الكبير قيمته ب3 ولكن الصغير قيمته ب -2، ف3 ناقص -2 لأن القانون طرح. الكبير ناقص الصغير. كده أنا أقدر أجيب البعد العمودي بين أي مستقيمين. طبعا ما تتفزلكش يعني، بدل لو هو حط لك س وراح حاطط لك مكانها صاد ما تقولش القانون هيتغير. لا، هو القانون نفس الكلام سواء س وس أو صاد وصاد مش تفرق برضه. فهو المقياس 3 ناقص -2. يبقى لو هي س نفس الكلام، لو هي صاد برضه نفس الكلام. دي في حالة البعد العمودي بين أي مستقيمين. احفظ القانون ده مقياس العدد الكبير ناقص العدد الأصغر. اللي بعده عدد محاور تماثل المستطيل. المستطيل عدد محاوره 2. طبعا حضرتك لو انت عاوز تكتبهم معايا بقى اكتبهم كده ودونهم معايا. المثلث متساوي الأضلاع 3. ماشي، أنا هكتبهم لك كلهم على قد ما أقدر يعني. متساوي الساقين 1. ده عدد المحاور. مختلف الأضلاع 0. ماشي. المربع 4. معين أو مستطيل الاتنين زي بعض 2. متوازي أضلاع توازي أضلاع 0. ماشي. شبه منحرف بس 0. شبه منحرف متساوي الساقين 1. دول أكتر شوية حاجات يعني. لو احتجت حاجة تانية خلاص. يبقى دول اكتبهم بقى عندك كده. أنا عارف إن خط وحش بس اكتبهم أنت عندك بقى. متساوي الأضلاع 3، متساوي الساقين 1، مختلف الأضلاع ب0، المربع 4، المستطيل 2، المعين 2، المتوازي الأضلاع ب0، شبه منحرف بس يبقى 0، شبه منحرف متساوي الساقين ب1. ده عدد محاور تماثل. عدد محاور تماثل اللي ظهر عدد محاور تماثل المستطيل 2. السؤال اللي بعده بيقول طول الضلع المقابل للزاوية 30 في المثلث القائم يساوي نصف الوضع. دي محفوظة من تانية إعدادي. ماشي. عندك شوية تراكمي زي ما اتفقنا. عندك درجة ونص في اختر تراكمي، حاجات قديمة يعني. فأنت حاول تحفظ الحاجات القديمة، عشان كده أنا اديتك الشوية دول عشان تحفظهم برضه. اللي بعده إذا كان ج س بتساوي ج س فقياس زاوية س زاوية حادة. عاوز أعرف الس بكام. سؤال جميل جدا وسهل جدا. قال لك أنت عندك ملحوظة لما الجا بتساوي الجتا، قال لك يبقى الزاويتين مجموعهم 90. بس الزاويتين هنا اسمهم س. خلاص يا عم يبقى اسمهم لما الجا بتساوي الجتا يبقى الزاويتين مجموعهم 90. دي س ودي س. خلاص يا مستر يبقى كل واحدة ب45. أو حلها معادلة س وس يبقوا 2 س بيساوي 90. اقسم على الاتنين يبقى السين واحدة ب45. بس كده. بس كده. لأن أنت عندك ملحوظة مهمة أوي بتقول إن الجا بتساوي الجتا يبقى الزاويتين مجموعهم 90. الزاويتين على بعض أجمعهم على بعض يطلع ب90. دي س ودي س. خلاص يبقى الاتنين س بيساوي 90. السين الواحدة تطلع ب45. السؤال اللي بعده
عاوز منك ميل الخط المستقيم. طبعا ده قانون محفوظ اصلا، لما يكون عندك معادله بجيب الميل ازاي؟ معادله كده اجيب الميل ازاي؟ ها، رد عليا، الميل بيجي ازاي؟ سالب معامل س على معامل ص. دي في حاله ان انت عندك معادله، فالميل بيجي سالب معامل س، يعني الرقم اللي قدام السين اللي هو الالف، على معامل ص، الرقم اللي قدام الصاد اللي هو الب. بس كده يبقى الناتج سالب ألف على ب، اللي هو الإجابة الأولى. وطبعا الأولانية قلنا 45. ماشي. طبعا اختر مفيهوش أي مشكلة. نخش بقى في المسائل يلا. بيقول لك بدون استخدام الآلة الحاسبة اوجد قيمة الكلام ده. طبعا احنا عارفين إن احنا نقدر نستخدم الآلة الحاسبة، بس بنبقى إيه يعني مخليين بالنا في كذا معلومة صغيرة كده. إيه هما؟ كله أقدر أستخدم الآلة الحاسبة ما عدا حاجتين، لو طلع ناتجين يعني. طلع معاك بالآلة الحاسبة جذر 3 على 3، اوعى تكتب 1 على جذر 3. طلع معاك جذر 2 على 2، تكتب 1 على جذر 2. طب يا مستر وبقية المسائل أي حاجة تانية بتطلع بالآلة الحاسبة تكتبها زي ما هي، ما عدا الحالتين دول بس، جذر 3 على 3 وجذر 2 على 2. ماشي، تعال نحل السؤال. أول حاجة 2 س، تفضل 2 س زي ما هي. في ظا 45 أكتب تان 45، تان 45 يطلع بواحد. ظا 60 فاكتب تان 60، تان 60 هتطلع معاك بجذر 3. في جتا 30 كوزين 30 تطلع بجذر 3 على 2. نبسط الكلام ده شوية يا مستر. 2 س في واحد ب2 س، لما اضرب دول بالآلة الحاسبة جذر 3 في جذر 3 على 2 تطلع معاك ب3 على 2. في الآخر يا مستر أنا عاوز أعرف السين بكام، خلاص اقسم على اللي جنب السين. جنب السين كام؟ 2، اقسم هنا على 2 واقسم هنا على 2 وشوف السين هتطلع معاك بكام. وخلي بالك وأنت بتكتبها على الآلة الحاسبة، ماشي، بتكتبها كده 3 على العادية 2 على الاتنين عشان ما تتلخبطش يعني. تمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وتكتب 3 على الاتنين على، في المقام تحت 2، تطلع معاك ب3 على 4. يبقى الناتج ب3 على 4. أو تبقى عارف إن مقام المقام بينزل بسط، مقام المقام أو مقام البسط مقام، مقام البسط مقام، يعني الاتنين دي تنزل تضرب في المقام تحت، يطلع الناتج برضه ب3 على 4. أو بالآلة الحاسبة مفيش مشكلة. السؤال اللي بعده اوجد معادلة الخط المستقيم. درس المعادلة ده جميل جدا. معلمين طلابنا بنعمل ايه؟ بنقسم الصفحة كده، مهما كانت السؤال بقى سهل صعب بنحاول ايه نبسط الدنيا. ص بتساوي ايه؟ م س زائد ج. بتحاول تجيب هنا الميم وبتحاول تجيب هنا الجيم. كتر خير الراجل المحترم المؤدب ده، مديك نقطة ومديك ميل وبيساوي 3، يعني مديك الميل بس فاضلك الجيم. في ناس بتحلها معادلة وبيحصل لها مشكلة في الحتة بتاعت الجيم دي. لا يا حبيبي أنا هحفظك طريقة سهلة خالص خالص يعني. أنت الصاد بتساوي م س زائد الجيم. طب لو أنت عاوز تجيب الجيم ما تودي دي بعكس الإشارة. يعني إيه؟ يعني الجيم هتساوي صاد ناقص م س. واحفظ دي، خلي دي حفظ عندك كده. في حالة إن هو مديك نقطة، الجيم على طول بتساوي إيه؟ ص ناقص م س. خد النقطة بتاعتك اسمها كام وكام؟ 1 و5. الأولاني س التاني ص، عوض معايا يلا. يبقى الجيم بتساوي، شيل الصاد وحط 5، 5 ناقص الميم أنت جايبها من شوية ب3 في السين اللي هي 1، يطلع معاك بالآلة الحاسبة 5 ناقص 3 يطلع ب2. يبقى المعادلة بتاعتك ص بتساوي م س زائد ج. أنت جبت الميم بكام؟ ب3، يبقى 3 س زائد الجيم ب2. بس كده، هي دي المعادلة. في ناس بتتلخبط في الجيم عشان ما بتعرفش تعملها معادلة، لا فخلاص انت احفظ الطريقة دي. الجيم بتساوي ايه؟ ص ناقص م س، وخد النقطة عوض بيها. ايه ده يعني احفظ المعادلة دي؟ احفظ دي احسن. السؤال اللي بعده بدون استخدام الآلة الحاسبة برضه تاني. اثبت. نجيب الأيمن ونجيب الأيسر. الأيمن اسمه ايه؟ جاتا تربيع 60. الأيسر اسمه ظا 45 ناقص جاتا تربيع 60. الراجل بيقول لك بدون استخدام الآلة الحاسبة. يا رب تكون خدت بالك. الحاجتين اللي بيطلعوا بالآلة الحاسبة جذر 3 على 3 وجذر 2 على 2، دي يطلع غلط. تكتب 1 على جذر 3 وجذر 1 على جذر 2. اتفقنا؟ هنا بقول لك بدون استخدام الآلة الحاسبة بقى. ما تروحش تعمل جاتا 60 تربيع، هتعملها خطوة خطوة، ما تبقاش غبي وحمار الاثنين. هو بيقول لك بدون استخدام الآلة الحاسبة. خلاص استخدمها بس خليك ناصح يعني. هتعمل قوسين 60 وتقفل القوس تطلع بنص بس عليها تربيع اهو. اعملها على خطوتين تطلع بالآلة الحاسبة ربع. امسك الطرف الايسر اسمه ظا 45 بالآلة الحاسبة يطلع بواحد ناقص جا 60 تربيع يبقى ساين 60 تطلع بجذر 3 على 2 بس عليها تربيع اهو ربع. شوف دي بالآلة الحاسبة تطلع معاك بكام؟ تطلع 1 ناقص 3 على 4. بالآلة الحاسبة كمان تطلع بربع.
لو انت خدت بالك شوف انا عملتها على كام خطوه. ليه يا استاذ تعمل خطوات كتير كده؟ عشان اقول لك بدون استخدام الحاسبه، فحاول على قد ما تقدر كتر خطوات. انت استخدمت لها حاسبه بس يعني ايه، ما تبينلوش بقى ان انت استخدمت لها حاسبه. اقول له اذا جتا تربيع 60 بيساوي ظا 45 ناقص جا تربيع 60، او قول له ان الايمن بيساوي الايسر. بس كده. السؤال اللي بعده سؤال جميل جدا وسؤال سهل وممتاز. قال لك ا ب ج د متوازي اضلاع. لو انت بصيت في المراجعه اللي انا منزلها على القناه هتلاقيني شارح الافكار دي كلها، فاتفرج عليها هتستفاد صدق. وشرح المساله دي بطريقه سهله جدا هناك، فروح اتفرج عليها وتعالى بقى كمل الامتحان. انت لو انت واقع في الهندسه يعني هتلاقي هناك ساعه وربع كده لمين لك الهندسه كلها. الالف عباره عن 3 و4، الب عباره عن 2 وسالب 1، الجيم عباره عن سالب 5 و2. عاوز منك اول سؤال احداثي تقاطع قطرين، او فاذا كان ميم نقطه تقاطع قطرين اهو. عاوز احداث تقاطع القطرين، عاوز الميم يعني. طبعا احداثي ده الميم دي في المنتصف، فانت عندك قانون اسمه بتاع المنتصف ده اسمه ايه؟ مجموع السينات على 2 ومجموع الصفر على 2. طب اجيب احداث المنتصف ما بين الالف والجيم ولا الب والدال؟ اكيد الالف والجيم، لان الب والدال اصلا الدال مش عندك، ده هو طالبها اهو ما ينفعش. فانا هجيب الالف والجيم. ما تستغباش بقى وتروح تقول لي الالف الب والدال مش هينفع. هجيب الالف والجيم يعني 3 زائد سالب 5 على 2 و4 زائد 2 على 2، مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2، واطلع الناتج بتاع الاولانيه دي بالاله الحاسبه. 3 زائد سالب 5 بسالب 2، سالب 2 على 2 فيها سالب 1. 4 زائد 2 6، 6 على 2 فيها 3. ده كده المطلوب الأولاني. طب هو عاوز منك إحداث د، برضه عاوز أعرف الدال بكام، هنفرضها س وص، وهطبق القانون تاني ما بين الب والد، والناتج بتاعهم هو نقطة مين؟ ليه؟ لأن أنت لما بتيجي تطبق قانون منتصف بتاخد النقطتين اللي على الأطراف وتساويهم بالمنتصف. هو أصلا مديك المنتصف أهو، أو إحنا استنتجناه من شوية جبناه في المطلوب الأولاني، يعني غصب عنك كده كده كنت لازم تجيبه. فخلاص يا مستر هجيب بقى ايه، اسوي القانون ما بين مين ومين، ما بين الب والد اهو. يلا مجموع السينات على 2، هقول له 2 زائد س على الاتنين، اخد الصاد سالب 1 زائد ص على الاتنين، واساويه بالمنتصف اللي هو احنا لسه جايبينه سالب 1 و3. يلا ناخد الاولاني مع نرجع للجبر بقى. ناخد المسقط الاولاني مع المسقط الاولاني، والمسقط التاني مع المسقط التاني، ونحلهم معادلة نجيب منهم السين والصاد. يلا كمل لي دي مقامها كام؟ 1. اعمل مقص. 2 زائد س في 1 ب2 زائد س، و2 في سالب 1 دول بيتضربوا في بعض بسالب 2. نودي دي بعكس الإشارة، يبقى السين بتساوي سالب 2 ناقص 2، لأن دي موجب 2 تعدي الناحية التانية بسالب 2 يبقى سالب 4. تعال نجيب الصاد، دي مقامها كام؟ 1. اعمل مقص. سالب 1 زائد ص في 1 بسالب 1 زائد ص، و2 في 3 ب6. ودي بعكس الإشارة يبقى 6 زائد 1 7. يبقى الناتج في الآخر هيطلع سالب 4 اللي هي نقطة د، سالب 4 و7. كده احنا جبنا أحداث تقاطع القطرين وجبنا أحداث د. راجعها تاني وتالت كده عشان سؤال مهم، خطواته كتيرة بس سؤال مهم جدا. ما تروحش الامتحان مش مذاكر، والله ده سؤال أساسي في أي امتحان. اللي بعده قال لك ا ب ج مثلث قائم الزاوية. قائم الزاوية ب، أدا مثلث أهو. ارسم مثلث قائم الزاوية ب. ا ب ج، ا ب ب5 سنتي، ا ج ب13 سنتي. عاوز يجيب الكلام ده، او بيقول لك اثبت ان ده بيساوي 1. طبعا هجيب الب ج من فيثاغورس، او الجذر 13 تربيع ناقص 5 تربيع، ناقص عشان الب ج ده ضلع لازق في الزاويه القايمه يبقى ضلع يطلع ب 12. عاوز بعد كده اثبت ان ج تربيع ج زائد ك تربيع ج بيساوي 1. بيقول لك اثبت ان ده بيساوي 1، يعني لازم الناتج في الاخر يطلع بواحد. محدش طلع لي بقى بخمسه، هو بيقول لك اثبت انها بواحد، فما تستسكاش والنبي. قوس تربيع اهو عشان هي تربيع. هجيب الجا مقابل على وتر، المقابل 5 والوتر 13، وعليها تربيع ايه عشان هي اسمها تربيع. جاتا جيم، اقف عند الجيم وهات الجاتا، مجاور على وتر، مجاور 12 والوتر 13 برضه على تربيع. وبإذن الله لما احطها على الآلة الحاسبة تطلع معاك بواحد. السؤال اللي بعده بيقول لك اثبت ان الخط المستقيم المر بنقطتين عمودي على مستقيم. دي سهلة جدا، بس اجيب الميل. عمودي او يوازي هات الميل. لو قال عمودي يبقى ميل الاول في ميل التاني بيساوي سالب 1. ده لو قال لك اثبت ان هو عمودي، اثبت ان هو عمودي، ده في حالة ان هو ايه عمودي.
لو قال يوازي يبقى من الأول بيساوي من التاني. هنا بقول عمودي، خلاص هجيب من الأول. من الأولاني يجي ازاي؟ دول نقطتين، فرق الصادات على فرق السينات. هقول له دي س دي ص، س ص، الرقم الأولاني س، الرقم التاني ص. هطرح الصادات 2 ناقص 3 على طرح السينات 3 ناقص 1. بطرح الرقم التاني مع التاني والأولاني مع الأولاني. هطلع الناتج يطلع بسالب 1 على الاتنين، سالب نص يعني. ماشي. طب أجيب من التاني، ده معادلة أصلا هي متظبطة، مش أنت حافظ المعادلة ص بتساوي م س زائد ج؟ الميم أهي أهي، يبقى الميم ب2. طب واحد تاني عاوز يجيب الميل بالطريقة بقى اللي هي المعادلات، تقول لي يا أستاذ خلاص أجيبها إزاي؟ قال لك ما هو الميل بيساوي معامل س على معامل ص. قلت له يا مستر أنت بتشتغلني، ده أنت لسه قايل من شوية سالب معامل س على معامل ص. سالب معامل س على معامل ص لو كل واحدة منهم في طرف. تعالى كده نرجع في أول حاجة في اختر أهو، دي في المعادلة دي قلنا سالب معامل س على معامل ص عشان السين والصاد لازقين في بعض، اللي يساوي فين؟ بقيت خالص أهي. فسالب معامل س على معامل ص. ولكن اللي انا بحلها حالا، لو انت بصيت معامل س في ناحيه ومعامل ص في ناحيه، كل واحده منهم في ناحيه، اللي يساوي في النص اهي. فبنقول معامل س على معامل ص من غير سالب. معامل س ب2 ومعامل ص ب1 يطلع فيها الاتنين. خلاص هات شرط التعامد بقى. هضرب من الاول اللي هو سالب نص في ميل التاني اللي هو 2، هيطلع معاك بسالب 1. اقول له اذا المستقيمان متعامد. السؤال اللي بعد، بيقول لك اوجد طول قطر الدائره التي مركزها، دي سهل جدا يعني. عندك دايرة مركزها الميم يعني 2 و7، وتمر بنقطة ألف. ألف دي في أي حتة، حطها في أي حتة، هنا أي حاجة. وخليك بالله عليك اسمع كلامي، وأي حاجة من الحاجات اللي فيها دايرة متوازي ارسم، يعني ارسم هتحل المسألة بالرسم. اوجد طول القطر. طول القطر اللي هو قصده على نق يعني، نق دي اللي هي نص القطر. فلما تجيب النق نبقى نشوف طول القطر بنجيبه ازاي. ده بعد، النق دي بعد، وبدل البعد يبقى نستخدم درس أو القانون بتاع البعد والنقطتين. جذر التربيع لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. هطرح السينات -1 ناقص 2، أو العكس على فكرة، ممكن أقول 2 ناقص -1 و3 ناقص 7. هطلع الناتج، ده هتطلع ب9 وده هتطلع ب16، يطلع جذر 25 ب5. 5 وحدة طول. اللي انت طلعتها دي يا باشمهندس اسمها نصف القطر. طب هو عاوز طول القطر، اضربه في 2. طول القطر كله يبقى 10 سم، أو 10 وحدة طول، لأن اللي انت جبته ده اسمه نص القطر. هو عاوز طول القطر يبقى اضربه في 2 كله. السؤال الأخير معانا في الامتحان برضو معادلة. درس المعادلة ده مهم أوي. بص، أول ما يقول لك معادلة أهو، اسم الصفحة بتاعتك أهي، ص بتساوي م س زائد ج. هنا هات الميم، هنا هات الجيم. تعالى بقى نشوف نقرا السؤال. مستقيم ميله يساوي 3. ده الميم ب3. كتر ده، أنت راجل محترم. ويقطع جزءا إيه ده كمان مديني الجزء المقطوع، ويقطع جزءا موجبا من محور الصادات مقداره 6، يعني الجيم بموجب 6. كون بقى المعادلة. هو طالب منك أول مطلوب المعادلة. قلت له يا مستر خلاص نعرف نجيب المعادلة بإذن الله. أقول له ص بتساوي م س زائد ج، الميم أنت مديها لي ب3، س زائد الج ب6. هي دي المعادلة. المطلوب التاني نقطة تقاطع مع محور السينات. حلو المعلومة دي، نقطة تقاطع مع محور السينات. ايه نقطة تقاطع مع محور السينات؟ عندك ملحوظة بسيطة أوي. لو قال لك نقطة تقاطع مع محور السينات ضع الصاد بصفر، عوض عن الصاد بصفر، والعكس. لو قال لك نقطة تقاطع مع محور الصادات حط السين هي اللي بصفر. فهنا بيقول لك نقطة تقاطع مع محور السينات، عوض مكان الصاد بصفر. يلا يا مستر، يبقى صفر بيساوي 3 س زائد 6. حلها معادلة، بس أنا عارف إن أنت بتتخض من شكلها كده، مش متعود اللي يساوي يكون على اليمين. بص يا حبيبي أهو، همسح اللي يساوي دي. إيه ده ينفع؟ عادي، هو ده الناحية التانية أهي. أنت مش متعود شكلها بس يبقى في اليمين، مش متعود اللي يساوي يكون في اليمين، فهو ده الناحية التانية. يلا حل دي معادلة، يلا. يبقى 3 س بيساوي دي موجب 6، تروح الناحية التانية -6. نقسم هنا على 3، نقسم هنا على 3، يبقى السين بسالب 2. ما تنساش بقى، وعاوز نقطة نقطة، فتحولها نقطة كده. السين بسالب 2 والصاد بصفر. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. والامتحان سهل وبسيط زي ما انت شايف، مفيهوش أي مشكلة. استنانا في الامتحانات الجاية إن شاء الله. ولو استفدت مننا ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لنا في الكومنتات. وانزل صلي على النبي في الكومنتات وادعي لنا دعوة حلوة كده، ونتقابل الفيديو الجاي بإذن الله. مع السلامة.